انا هي البنت اللي كانت عندي 14 عام، وكنت كنقرا في الثامنه. خوتي كنت بنيه درويشه داخله سوق راسي، كافيه خيري شري. كنت انا كنعيش في دارنا غير حنا جوج خوت، والوالدين صابرين معانا وغاديين معانا بداكشي اللي قسم الله. المشكل اللي كان عندي وانني ما كنتش كنعرف ندافع على راسي. كنت كنمشي للمدرسه وكنقرا وكنخرج، كان كيحسبوا لي دارنا 10 دقائق ديال الطريق من المدرسه للدار. وعاوتاني ملي نكون غادا للمدرسه كنخرج مع قل القسمين باش يلاه نوصل للمدرسه الوقت محدود. ايوا يا خوتي كنمشي نقرا. واحد الايام كنا كنلعبوا الرياضه، غتجي غير واحد الدريه عاد تاخد ليا التوني من فوق ظهري، غتقول لي هذا غتخليه عندي. بقيت كنتجابد انا وياها، كنتناوش انا وياها. جا الاستاذ فكنا. ملي فكنا عطاني التوني ديالي، خشيته في شكارتي وجلست ما بقيتش لعبت الرياضه كاع، بحكم ان هذيك البنت كانت خايبه شويه. واخا كانت غير في التقاده ديال ناقص الخير ما قيسنا بها العبار، هي كانت خارجه للطريق شويه. كلشي اخوتي كديرو، حتى من المضاربات كضرب باي حاجه، وانا كنت كنتوقرها، كنت كنبعد منها. وهي الهدف ديالها ماشي انا، هي كان الهدف ديالها خوتي هو خويا كانت كتابعاه، وهو ما كانش كيعطيها راس الخيط، ما كانش كيشوف فيها كاع. شوف واش غدير ليا. دازت واحد الايام كانت جات عاشوره، كيف ما كتعرفوا داك الوقت د عاشوره كان المين وكان الكراناد وكان داك الشيء اللي كيلعبوا به الدراري، دوك المفرقعات الناريه الخايبه اللي واخا هكاك راه قلات هاد الاعوام الاخيره، قلات الله يرحم ليهم الوالدين، فكونا منها. والله الا كنعاود لكم هاد القصه واقعيه خوتي. دازت هاديك الايام، شوف واش غيوقع. حنا كنت كنقرا على المولات الفرنسيه الله يرحمها، وملي كنخرج من عند هذاك القسم كندوز على القسم الاخر، هي في القسم اللي ورايا. شوف واش غيطرا خوتي. خرجت انا من القسم حاشاكم، بغيت نمشي للطواليت. خرجت هي قشعاتني، مشات حتى هي الاستاذ قالت لي بغيت نمشي للطواليت. مشيت اخوتي للطواليت، دخلت للطواليت. كيف ما كتعرفوا المدرسه فيها الباب كيتسد، فيها حله من الفوق وحله من التحت. شوفوا شنو غدير هاد الانسانه، الله يسمح ليها الا سامح الله. دخلت انا للطواليت اخوتي شويه باش كنحس بشي حاجه ضربت ليا في راسي وطاحت حدا رجليا. هذيك الحاجه شنو هي ديك الجراناده الزرقاء. وانا قلت لكم كانت واحد الخوافه كبيره، مع ضربت في راسي، ضربت تفرقيعه الاولى في الارض، تفرقيعه الثانيه حدا رجلي. تخيلوا معايا ديك الجراناده شنو دارت ليا في الساق ديالي دارت ليا جوج حفرات، كل حفره فيهم فيها 3 سنتيم. ودقات عليا وقالت لي انا فلانه، هاد المره تعلمي ما تعطينيش التوني، وقولي لخوك ملي نتلاقى معاه ونهضر معاه يعطيني وقت. وتخيلوا معايا درجه الخوف اللي وليت فيها واللي كنت فيها. ما هضرت ما تكلمت، خرجت غسلت يدي وبقيت غدا كنعرج حتى وصلت للقسم. قلت لي الاستاذه مالك؟ كندوز كنتشرشر بالدمايات من رجليا. قلت لها استاذه راه شي حد لح عليا، وهزيت هذيك الكراناده معايا باش نديها نوريها للاستاذه. قلت لها راني دخلت لقيت شي حد لح عليا هادي. مشينا كنقلب وانا عارفه شكون، ما قدرتش نهضر. عارفه شكون دارها ليا وقالتها لي بفمها، وقالت لي انا فلانه. وما قدرتش اخوتي نهضر. وتخرجنا مع الخمسه مع السته، وهي تجي عندي وهي تقول لي بالصحه كتعرفي تعرجي مزيان. ما قدرتش نهضر. علموا ولادكم يهضروا، علموا ولادكم ما تقمعوهمش، ما تبقاوش تخلعوهم. هذاك الخوف اللي كيكون في الدار والسيطره راه كيطبق عليهم حتى في الواقع وفي الحياه الخارجيه ديالهم. هذه نصيحه عطيتها لجميع الامهات والاباء. انا اليوم كنهضر بلسان الصغر ولسان 14 عام، اما دابا قادره ندافع
نهضر على حقي ونجيب حقي بسناني. انا كنهضر على الوليدات الصغار اللي كتقمعوهم في الدار وكتخليو ولادكم مزمومين. خليو ولادكم يهضروا، خليهم يعيشوا، خليهم يدافعوا على راسهم. الا جا عندك ولدك ضارب، يجيك ضارب ما يجيك مضروب، يجيك ضارب ما يجيك مضروب. وخلي ولدك يتشكى عليك ولا تشكى عليك جيبي ليه حقه، ما تبقايش ضاربه الطم وساكته وكتفرج عليه. خوتي، تخيلوا معايا نتوما في بلاصتي شنو كان خاصكم ديروا. مشيت عند ماما، مشيت لدارنا بدمعياتي، عاد بنتي كتجري بيا، ما خلاو اخوتي في السبيطارات باش يجمعوا ليا دوك التقابيل اللي تقبوا ليا رجليا. وما قدرت نقول لهم ماما قلت عليها. وماما كانت واحد الانسانه درويشه، حتى هي في حال الشكل ديال الامهات اللي كنهضر عليهم دابا، كافيه خيرها شرها، باغا غير تعيش وتعيشنا في امان. في نظركم نتوما شنو هي الخطوه الاولى اللي كنا خصنا نديرو؟